تضامن مع المجلس الوطني ومصر ما تقولش الكلام ده، انا يوجعني الكلام ده. فين الدول العربيه في الكلام ده؟ يعني بيجي بتاع فرنسا وبيقوم بتاع امريكا وبيقوم الدول الغربيه كلها، واحنا الشعب العربي نايم. تقريبا مش هترضوا بالحال ده. صراحه احنا بنموت. بكره عاوزين منكم حاجه واحده، نيجي عند جامعه الدول العربيه. انتوا عارفين العالم كله بكره متجمع هنا، وانتوا في مصر العالم كله بيسمع لكم. احنا جينا عشان كده. يعني انتوا عملتوا حاجه كبيره واحنا اهتدينا بيكم، بس اللي بيحصل عندنا ما يحصلش عندكم. الرئيس بتاعكم مش زي المجرم بتاعنا، مش زي الفرعون اللي عندنا. صراحه احنا بنموت والله. مش ضروري تشوفوا الناس بتموت قدامكم وتكتبوا عشان تعرفوا احنا بنموت. والله بنموت. ومش عاوزين ان بكره تيجوا عندنا. عاوزين مصر تتضامن مع المجلس الوطني. المجلس الوطني انتقالي بيعبر عن الشعب الليبي كله. عاوزين منكم الحاجه دي يا رجل. عاوزين الحظر الجوي. عاوزين الحظر الجوي على ليبيا. الطيران الحربي بتاع القذافي بيهزم في الشعب الليبي. يا ريت حد بيهزم بينا. احنا ما وصلناش للتلفزيون. انا جايه لكم انتوا، لانه من ميدان التحرير طلعت الثوره واحنا اهتدينا بيكم. احنا ما قامتش الثوره عندنا الا في مصر، وانا متاكده بكره عن طريق القاهره احنا هينتهي كل حاجه. وشكرا. يا جماعه جامعه الدول العربيه مش بعيد. جامعه الدول العربيه هو المبنى اللي هناك على اليمين قبل كوبري قصر النيل. احنا بندعو لاعتصام بكره صباحا امام جامعه الدول العربيه مسانده للشعب الليبي في ثورته. الساعه 11 صباحا ممثلون عن الدول العربيه هيجتمعوا في جامعه الدول العربيه عشان يقرروا مستقبل ليبيا. احنا عايزين نعتصم، عايزين نوريهم ان الشعب المصري واقف جنب الشعب الليبي. ارحل ارحل يا مجنون، ارحل ارحل يا مجنون.